شرف البنت زي عود الكبريت، جملة عشنا وتربينا عليها وعلى مفاهيم تانية كتير ممكن تكون ناتجة عن جهل وعدم معرفة كاملة بالأمور، خاصة لو كانت الأمور دي طبية. الدراما والتلفزيون ربطوا شرف البنت بنزول الدم وغشاء البكارة بدون الرجوع لمراجع طبية أو بدون التوضيح الكامل لكل الحالات، لأن ده مش اختصاصهم، لكن للأسف هما بيتأثروا فينا بشكل غير مباشر. وعشان كده أنا هنا النهاردة عشان أكلمك عن كل أنواع غشاء البكارة وعشان نصلح مفاهيم غايبة عننا. أولا، إيه هو غشاء البكارة؟ غشاء البكارة باختصار عبارة عن حلقة مرنة ورقيقة موجودة في فتحة المهبل، بتبقى في نصه فتحة صغيرة بتسمح بمرور الدم الدورة الشهرية كل شهر. معنى كده إن غشاء البكارة مش كله مصمت ومقفول. تاني، إيه هي أنواع غشاء البكارة؟ إحنا عندنا 7 أنواع لغشاء البكارة. أيوه، 7 أنواع. في أول حاجة الغشاء الحلقي، وده الأكثر أنواع شيوعا وبيعتبر الغشاء الطبيعي اللي اتكلمنا عنه، اللي بيبقى على شكل حلقة أو دايرة مغطية فتحة المهبل. في نص الحلقة دي فتحة من خلالها بتنزل الدورة الشهرية، بتنزل منها أي حاجة تانية زي الإفرازات وغيرها. تاني نوع اللي هو الغشاء الهلالي، من اسمه شكله شبه الهلال، بيغطي جنب واحد من فتحة المهبل، الجنب التاني بيكون مفتوح وده بيسمح لمرور الدورة الشهرية من خلاله. تالت نوع الغشاء الكامل أو المصمت، زي ما قلنا إن الغشاء طبيعته بيكون فيه فتحة بتنزل من خلالها الدورة الشهرية، ده بقى من اسمه مصمت، مش موجود فيه الفتحة دي، وبالتالي البنت لما بتوصل لسن البلوغ وتتكون كل شهر دورة شهرية مش بتلاقي ليها مخرج، فبتبدأ تعاني من تجمع الدم جوه الرحم، بيبقى فيه ألم في البطن، وحرفيا البنت دي بتكون مظلومة. الغشاء ده لازم يتفتح بواسطة طبيب عن طريق عملية بسيطة عشان دم الدورة الشهرية يخرج، وإلا هيبدأ يحصل تسمم. رابع غشاء الغشاء ثنائي الفتحة، الغشاء ده فيه فتحتين في النص بدل من فتحة واحدة، تبقى على شكل حاجز بيقسم فتحة المهبل لاتنين، وده عمره ما هيشكل عائق لخروج دم الدورة الشهرية. خامس نوع اللي هو الغشاء الغربالي، من اسمه برضه يبقى شبه الغربال، مليان فتحات، وده نوع نادر شوية. سادس نوع الغشاء المطاطي، وده طبعا كتير سمعنا عنه وكثرت الأقاويل عليه إن ده نوع اللي في الأغلب ما بينزلش معاه دم ومش بينفض بسهولة، ممكن إنه ما ينفضش غير مع أول ولادة طبيعية. سابع نوع والأخير هو الغشاء الهدبي أو الفستوني، عارفة الفستونات بتاعت الفساتين كده بتاعت أيام زمان، هو شبهها. في نص الحلقة دي فتحة بتعدي منها الدورة الشهرية وبتعدي أي حاجة تانية زي الإفرازات وغيرها. غشاء البكارة أصلا غالبا ما فيهوش أوعية دموية بالشكل اللي احنا متخيلينه، يعني في الغالب الدم اللي بينزل بيبقى غالبا من جرح لجدار المهبل نتيجة للعنف أو الممارسة بدون وجود لزوجة جامدة بتساعد على الدخول. عشان كده في النهاية لو ما حصلش نزول للدم يبقى نلجأ للطبيب متخصص هو اللي يقول. ممكن جدا يكون أي نوع من أنواع الأغشية اللي مش بتنزل دم، اللي مش نازل دم مع أول ممارسة يعني. ونحاول دايما نبحث ونسمع من متخصصين وما نسمعش كلام أي حد حوالينا. شكرا ليكي.